أي مشروع بيبقى عبارة عن مشكلة، بنعمل مشروع وخطوات عشان نحلها. في المشروع ده احنا بنحل مشكلة اي كوميرس، معرفة الزبائن ونقسمهم لطبقات زي الطبقات اللي في الحياة العادية عندنا. هنقسمهم لتشامبيون ولويال وبوتنشال وريسك. الطبقات ديت بترجع للعملاء أو طبيعة العميل دوت وتقسيمه، وإيه التوب 10 برودكت اللي عندنا أكتر في الشراء يعني. وكل ده هنعمله باستخدام كولاب. برضه هنوضح كولاب مرة تانية عشان أنا عارف التوضيح ما كانش كويس المرة اللي فاتت. كولاب هو بيئة للمشاريع بدون سيت اب، سهل وسريع، في موارد سهلة، أسرع من جهازك أكيد لأنه قايم على سيرفرات جوجل، وهو قايم على نظام لينكس، فهو طبيعي هيبقى أسرع من الويندوز. نروح لمشروعنا. أي حد درس بيج داتا وتحليلها هيعرف إننا بنقسم العمليات على البيانات لأربع طبقات: الانجيشن وستورنج بروسيسنج وفيجوال. احنا هنا الداتا معانا جاهزة من اوبر سورس اللي هو كاجل، وده استخدمناه برضو في الفيديو اللي فات وهنستخدمه تاني. بنجيب الداتا سيت بتاعتنا، هنجيبه اي داتا سيت الاي كوميرس. اي كوميرس دوت بس للتوضيح هو متجر الكتروني زي امازون، زي جوميا، زي نون، ايا كان. فاحنا برضو هنجيبه داتا سيت جاهزة. جبنا الداتا بتاعتنا، طبعا هي بتنزل مضغوطة، بنفك الضغط بتاعها ورفعناها زي ما عملنا على كولاب في مشروع الماشين ليرنينج اللي فات. بكده نكون خلصنا اول طبقتين في طبقات البيج داتا. كده احنا جبنا الداتا جمعناها اللي هي الانجيجن، وخزناها اللي هي في الكونتنت بتاعنا، في الملف الكونتنت بتاعنا. كده عملنا لها ستورنج. نخش على البروسيسنج، وديت بقى العملية بتاعتنا احنا، ودوت هنعملوه باستخدام فريم ورك من اباتشي. فريم ورك دوت اللي هو سبارك. ده استخدمناه لانه سريع جدا في التعامل مع البيج داتا، وبيشتغل ديستريبيوتد، بيشتغل على كذا جهاز في نفس الوقت، بيعمل بارلل بينهم، مش بيشتغل على جهاز واحد، لا، كذا جهاز مرفوع عليهم وبيشتغل عليهم، بيعمل تحليل البيانات ديت وبيرفع عليهم الداتا. وبكده يكون حقق الهوريزونتال سكيلينج، بان هو لما يكون عايز يعمل سكيلينج يكبر من شغله، بيزود اجهزه، مش بيزود ريسورسز، مش بيزود رامات، مش بيزود سي بي يو، لا، بيزود جهاز كامل. فهو كده يبقى مناسب للتحليل والمعالجه في نفس الوقت، قايم برضو على الان ميموري بروسيسنج. وهنشتغل برضو بطريقه الار اف ام على العملاء وعمليات الشراء. ار اف ام ريسنسي فريكوانسي مونيتاري. ريسنسي اخر مره العميل اشترى فيها، فريكوانسي التردد عدد مرات الشراء، مونيتاري اجمالي الفلوس اللي صرفها. بالتالي نقدر نحدد مين اهم عملاء، مين محتاج ماركتينج، مين ممكن نخسره اللي هم في الريسك. نخش بقى على الشغل اللي عملناه ونكمل الباقي هناك. جينا اول حاجه عملنا انستول الجافا والاباتشي سبارك عشان نبدا نشتغل في البروسيسنج زي ما شرحناه. عملنا سبارك سيشن، واننا استدعينا مكتبه باي سبارك عشان نشتغل على بايثون اس كيو ال، وعملنا امبورت للسبارك سيشن. طبعا هنا جينا رفعنا الداتا سيت بتاعتنا اللي هي اونلاين ريشيال. احنا بنرفعه اول حاجه بتبقى باكستنشن اكس ال اس اكس، دوت الاكستنشن بتاع الاكسل. فاحنا بنبدا نحوله عشان نبدا نتعامل معاه على بايثون او على في الانفايرمنت بتاعتنا، نحوله ل سي اس في فايل. طبعا هنا بنعمل له داتا شو، كل دوت عن طريق مكتبه باندا. نعمل له داتا شو عشان نشوفه شكل البيانات اللي عندنا ايه. فهنا شفنا الهيد، اول 5 صفوف. بعد كده شفنا السكيما بتاعت البيانات عندنا. عندنا عدد البيانات هنا في الداتا سيت ديت 541909. فالبيانات مهولة ياما تستحق البيج داتا عليها. هنا عملنا داتا كليننج، وديت من اهم المراحل اللي عندنا. بنشيل الترانزاكشن اللي ما فيهاش كاستمر اي دي، فطبعا عدد البيانات قل. وشلنا النيجاتيف كوانتيتيز اللي هي بالسالب، المرتجعات بمعنى اصح، وطبعا البيانات قل.
والزيرو برايسد ترانزاكشن اللي هي العمليات المصفرة. طبعا عدد البيانات وصل معانا للآخر للرقم اللي انتوا شايفينه ده. جينا في الآخر عملنا توتال برايس، عمود توتال برايس. عملنا كي بي اي كالكوليشن، وصلنا شفنا الأرباح بالبلد. في هنا ده الست ديت في يونايتد كينجدم ونيذرلاند وجيرماني وفرنسا واستراليا وهكذا. مهم، نيجي للمهم بتاعنا. طبعا قعدنا نعمل شوية كلينج على البيانات ونقسمها. وهنا بعض المنتجات اللي موجودة في الاي كوميرس اللي عندنا، في بارتي بانتنج، في بيبر كرافت، ليتل باردي، في بيبر تشين، في مكونات ياما او او سلع ياما تتباع. المهم بنشوف التوب كاستمرز اللي عندنا، التوب سبيندنج كاستمر، وبنشيله ونشوفه اللاتست ترانزاكشن اللي هي اخر العمليات اللي احنا قضينا فيها. بنيجي نشتغل بالار اف ام اللي احنا شرحناه في الاول، ريسنسي فريكوانسي اند مونيتري. نيجي نعمل سيجمنتيشن، نشوفه ريسنسي سكور، ونشوفه الفريكوانسي سكور والمونيتري سكور، وبنبدأ نشتغل عليهم. ادي الكاستمر اي دي، وادي الار سكور والاف سكور والام سكور. نعمل سيجمنتيشن للار اف ام سكور. نيجي هنا نقسم العملاء كالتالي: loyal customer وات ريسك وبوتنشال وتشامبيونز. تشامبيونز طبعا اللي هو اللي بيتردد عليا ياما ومشترياته ياما. loyal customers اللي هم عندي بيشتروا مني انا. الات ريسك اللي هم ممكن خلاص، اللي هم في مرحلة الخطر، محتاج اعمل لهم ماركتينج علشان يفضلوا يشتروا مني، عشان احببهم فيا في معنى صح. فجينا بعد كل دوت عملنا عليهم طبعا عدد المشتريات اللي هم عملوها كل لير. وهنا هنا معدل الربح من كل طبقة. بعد كده دخلنا كل دوت كده، احنا عملنا اللاير بتاعت البروسيس. هنخش في اللاير اللي بعدها اللي هي الفيجوال. لاير الفيجوال هنا قسمنا بقى الجداول اللي احنا لسه قايلين عليها، وعملناها في جداول تكون باينة، تكون فيجوال باينة ظاهرة للعين، اقدر احللها بالعين. فهنا النمبر اوف كاستمرز، عدد العملاء، وهنا التقسيمة بتاعت كل كاستمر، اللويال وات ريسك وبوتنشال وتشامبيونز، وكل رقم هنا فيه الظاهر. وهنا تحتيه طبعا هنجيبه ريفينيو، الأرباح اللي من كل طبقة. هنا تشامبيونز طبعا لازم تكون أعلى ربح، 4,720,000 وكسور. فالإي كوميرس دوت طبعا في العالي جدا، أكيد دي مش عملة بالجنيه المصري. المهم بعدها برضو نعمل فيجوال للتوب 10 برودكتس. فجينا هنا دوت العمود بتاع التوب 10 برودكتس. وبكده يبقى المشروع بتاعنا دوت ساهم في اننا نحلل بيانات حاجة كبيرة شبه الاي كوميرس. وديت حاجات طبعا هنحتاجها معانا في مشاريعنا. ممكن بقى نبدأ نحول المشروع دوت لماشين ليرنينج زي ما عملنا في المشروع اللي فات، بحيث ان هو كل ما تجدد البيانات يبدأ الماكينة تحللها بنفسها وتعمل كل دوت بنفسها وتديني زي تقرير، وابدا اعمله ديب ليرنينج عشان لو في بيانات متحوله لبروسيس مختلفه ابدا اللي انا اعمل لها كل دوت بطريقه سهله وبسيطه وبس. متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتدعمني.